شاب ضعيف وكحيان. كل اللي حواليه بيحاولوا النجاة في التدريب، وهو بيكسر كل المستويات الصعبة بكل سهولة. جميع الأفكار التي ترد في هذه المانوا وغيرها هي أفكار إلحادية وكفرية، لا تمثل سوى المؤلف ولا تمت للإسلام ولا الموحدين بالله. التدريب في أكاديمية لاراجون أقصى بكتير ما أي حد يتخيل. حتى أصغر الطلبة بيعدوا بتدريبات وحشية من غير رحمة. دلوقتي كلهم شايلين أوزان تقيلة وبيتمرنوا على تقنيات التنفس، وبيحاولوا يكملوا أطول وقت ممكن. معظمهم حالته صعبة جدا ومش قادر يستحمل، بس كام واحد بس اللي مكمل. لكن في ولد واحد واضح إنه مختلف عن الباقي. مش بس شايل نفس الأوزان زيهم، ده كمان فوقيهم صخور ضخمة مترصصة. حتى المدرب نفسه اتصدم من قوته وتحمله. اللي محدش يعرفه إن الولد ده هو أقوى إنسان في تاريخ الأرض بعد ما اتبعث من جديد، ومؤسس عائلة لاراجون بنفسه. حتى هو في الآخر مات لما جه وقته، لكن دي ما كانتش النهاية. فتح عينه ولقى نفسه في جسم جديد، جسم طفل رضيع. اتصدم لما استوعب إنه بقى بيبي، وكان حواليه بيبيهات تانيين. من ملاحظاته استنتج إنه اتبعث من جديد جوه عائلة لاراجون مرة كمان، لأنهم كلهم كانوا موجودين في مبنى منفصل. في اللحظة دي دخلوا خادمات لاراجون ومعاهم عربية عليها سائل أحمر غريب، ومن ضمنهم كان فيه جوبلين. وجوده خلى البطل يشك فوراً. الخادمات في الأول أجبروا الجوبلين يشرب السائل ده، فتعرض لألم هرافي قبل ما ينفجر ويتحول لأشلاء دموية. الاختبار ده أثبت إن تركيز السحر في السائل عالي جدا، بالظبط في النقطة المثالية. بعدها الخادمات بدأوا يدوا السائل الأحمر المخفف ده لكل الأطفال. البطل ما كانش فاهم اللي بيحصل، ولما جه دوره اكتشف إن السائل مش لبن، ده حاجة مليانة بقوة سحرية مرعبة. ده دم تنين قديم، وهم بيجبروهم يشربوه. غريزيا حس إنه لازم يبصقه، وكان بالفعل بلع شوية منه. زي باقي الأطفال المفروض يعمل زيهم ويبصق السائل قبل ما ينفجر. لكن رجع فكر تاني وقرر يمتص كل القوة السحرية دي، لأنها هتساعده يوصل للقمة الحقيقية للفنون القتالية. ممكن كمان يدهش نفسه في حياته السابقة. وبالفعل شرب كل السائل، وقال إنهم عمرهم ما كان المفروض يستهينوا بجلفوس لاراجون. امتص كل المصدر الحقيقي لقوة التنين العتيق علشان يوصل لقمة الفنون القتالية، قمة ما كانش يقدر يوصل لها في حياته اللي فاتت. الخادمات اتفاجئوا إنه قدر يمتص السائل بهدوء كده، لكنهم تجاهلوا الموضوع طالما النتيجة في صالحهم. الأطفال التانيين شكلهم نجوا برضه، بس اللحظة دي ما كانتش بسيطة خالص. وطبعا بما إن جسمه جسم رضيع، نعاس شديد ضربه فجأة. بعد 7 سنين الطفل اللي كان اسمه جيلفوس بقى اسمه زيك اللاراجون، بيتمرن من غير توقف وحاسس بوضوح قد ايه جسمه بقى مهيب. وده كله بسبب دم التنانين القديمة اللي بيجري في عروقه. مصدر القوة ده موجود في كل الكائنات الحية، لكن دم التنين العتيق اللي زيك وباقي الأطفال شربوه كان فيه كميات مهولة من مصدرين مختلفين للقوة. أي حد يمتص حتى نقطة صغيرة من السائل ده، جسمه بيبقى أقوى بكتير من البشر العاديين. ولسوء الحظ، وده كان في صالحه، البطل اللي ملوك التنانين بيرشدوه للمصدر القوة اللي كان امتصه في حياته السابقة، أخد كل ولا نقطة من القوة الفريدة للتنين العتيق ده. مر بتحول صادم لدرجة إنه هو نفسه مش مصدق. بالمنطق كان المفروض يكون وصل على الأقل ل4 نجوم دلوقتي. النجمة هي مصدر قوة مضغوط جدا، بيتكون لما الواحد يتخيل جسمه كأنه كون كامل، ويسمح لنجمة تطفو جواه. بس كل نجمة إضافية بتبقى أصعق تكوين، وكل ما عدد النجوم يزيد القوة تزيد أكتر. البطل وصل لمستوى غير مسبوق، 10 نجوم، وكان الوحيد في العالم اللي يوصل للمرحلة دي. عدى 7 سنين من وقت ما اتبعث من جديد. أمه ماتت وأبوه عمره ما ظهر. كونه اتبعث بعد آلاف السنين صدمه، لكن اللي مضايقه أكتر هو واقع هذا العصر. بعد 1000 سنة العالم بقى مكان القوي فيه بياكل الضعيف. مش ده بالظبط 2025؟ الأوضح مثال على ده هو طقس تجربة التنين. إلا الأطفال اللي بينجوا مسموح ليهم يتدربوا كمحاربين لعائلة لاراجون. طول السنين دي ولا عقبة قدرت تقف قدام البطل. زيك حاول يستكشف نظام التدريب القتالي في عيلته، لكن الخادمات ما كانش عندهم حاجة يقولوه، أو بالأحرى ما كانش مسموح ليهم يتكلموا.
الخادمة اللي بيتعامل معاها مقاتلة 3 نجوم، وده كفاية للتدريب القتالي الأساسي. ومع كده زيك حس بالإرهاق حتى من التفاعل البسيط ده، رغم إنهم عايشين مع بعض بقالهم 7 سنين. بعد كده راح ناحية الغابة وبدأ ياكل أعشاب سامة كجزء من تدريبه. حس بوجود حد ولاحظ خنزير هايج محاط بضباب أسود، حاجة ما كانتش موجودة من 1000 سنة. دخلوا في قتال وزيك ضرب الخنزير بلكمة قوية جدا. الضرر كان صادم بالنسبة لواحد في مستواه، نجمة واحدة، بس جودة النجمة هي اللي بتفرق بجد. زيك ساب الخنزير وقرر يبدأ رحلة. من غير ما يعرف كان في راجل غريب مستخبي قريب، شاف القتال وعلى طول فهم إن زيك مش طفل عادي، مش بس هزم الخنزير بسهولة، ده كمان لاحظ وجود الراجل. لكن بما إن زيك ابن رئيس العيلة ما كانش مسموح له يخرج بحريته، وكان دايما تحت المراقبة. الغريب بدأ يهتم بيه. بعدها البطل سمع مجموعة محاربين بيتكلموا عن موضوع ما، دخل عليهم وسألهم عن سبب وجودهم، فقالوا له إنهم جايين ياخدوا زيك علشان يخضع للاختبار، وده خلاه يغضب جدا. كان مفكر إنه رجع للعيلة الرئيسية، لكن بدل كده أخدوه لعش التنين للامتحان. ده معهد تعليمي خاص بعائلة لاراجون أسسوه خلال ال1000 سنة اللي فاتت. كل طفل من العيلة لازم يلتحق بالأكاديمية وهو عنده 7 سنين، والنهاردة هو يوم اختبار القبول، والبطل ما تعلمش ولا حاجة. زيك مسك راسه وهو عارف إن الامتحان إجباري، كان باين عليه الإرهاق، فطفل اسمه لانجس من قرية أولد سكيل قطعه وكلمه. في الأول زيك شاف لانجس خجول، لكن بسرعة اكتشف إن عنده شجاعة مستخبية ورا توتره. زيك قدم نفسه. لما البطل شرح قلقه من الامتحان لأنه مش عارف هيكون عن إيه، لانجس اتفاجئ. وقبل ما الكلام يكمل، واحد اسمه ريتن من نفس القرية نادى على لانجس وبدأ يتنمر عليه. كان بيصرخ بسخرية وبيقول له إنه كان المفروض يفضل في البيت، لأنه واحد زيه عمره ما يدخل الأكاديمية، بالخصوص إن أبوه مش أكتر من تنين مزيف. عائلة لاراجون بتمشي بنظام طبقي صارم حطاه مدير مطلق. التنانين الضعيفة بيتصنفوا كمبتدئين، التنانين الصغيرين جنود عاديين، التنانين البالغين تبع فئة القادة، أما التنانين الكبار فهم أعلى رتبة، شيوخ أو تنفيذيين. وفي قاع الهرم التنانين المزيفة اللي فشلوا يدخلوا عش التنين أو ما قدروش يتخرجوا، دول بيتسموا مقلدين. لكن لانجس مصمم يشيل وصمة التنين المزيف من عيلتهم. البطل اتكلم ودافع عن صاحبه وقال إن على الأقل يستاهل فرصة يجرب. ده خلى المتنمرين يعصبوا أكتر وفضلوا يشتموا ويتريقوا على الكائن المسكين، لكن زيك فضل متمسك بموقفه وبيحمي صاحبه. بعد شوية الممتحن التنين البالغ أعلن إن الامتحان هيبدأ دلوقتي، وكل المتقدمين لازم يسجلوا وياخدوا رقم، وبعدها يتحركوا للبوابة التانية بانضباط. لانجوس اقترح على زيك ينسحب لو مش متأكد من نفسه أو حاسس إن قدرته مش كفاية، لكن زيك كان واثق جدا رغم إنه ما يعرفش أي حاجة عن محتوى الامتحان. الاختبار الأول كان إنهم يعملوا خدش في صخرة، واللي ينجح في كده يعدي. مسموح يستخدموا بس الأسلحة المتوفرة أو إيديهم العارية. لكل طالب 3 محاولات. زيك شاف إن الاختبار سهل زيادة عن اللزوم، وده صدم صاحبه اللي كان فاكر الامتحان هيبقى مرعب. الاختبار بدأ ولانجوس كان متوتر جدا، بينما زيك قاعد هادي تماما. الصخرة المستخدمة في الاختبار ليها خاصية تجديد، يعني أي ضرر بسيط بيتصلح فوراً. كمان أي هجوم معتمد على القوة البدنية بس بيرتد على صاحبه بقوة مضاعفة مئات المرات. لانجوس شرح إن علشان تسيب خدش لازم تدوير طاقة الإيثر صح جوه الجسم وقت الضربة. زيك فهم إن الموضوع مش مهارات قتالية قد ما هو تحكم في طاقة الإيثر. معظم الطلبة باين عليهم إنهم هيعدوا، حتى المتنمرين. كان في طلاب كتير بيتشالوا واحد ورا التاني، وأخيراً جه دور زيك ورفض يستخدم أي سلاح. سألوه لو متأكد إنه هيستخدم إيده بس، وهو وافق. الناس كلها بدأت تتكلم عنه وتقول إنه أكيد هيفشل، بينما لانجوس كان قلقان عليه.
لما الاختبار بدأ، زيك ركز وبص للصخرة كويس. استنتج إنها اتكونت من أكتر من 1000 سنة، لأنه عمره ما شاف معدن زي ده قبل كده. وفجأة رفع قبضته وبكل قوته استخدم تقنية قاتل التنانين وحطم صخرة التجديد ونجح في الاختبار. المكان كله سكت فجأة لأن النتيجة كانت غير متوقعة خالص. لانجوس كان فرحان ومصدوم في نفس الوقت. الممتحن اللي واقف قريب ضيق عينه وبدأ يشك إن زيك ممكن يكون ابن غير شرعي لعيلة قوية، لأن الإنجاز ده ما يقدرش عليه غير محاربين من مستوى 4 أو 5 نجوم. كمكافأة ادوا زيك جرعة خضرة، وهو ما كانش فاهم قيمتها. بعدها لانجوس شرح له إنها جرعة علاج عادية، لكن زيك تساءل: هل ممكن تكون إكسير؟ الإكسير بيتعمل من مواد نادرة جدا، أعشاب فريدة ونواة إكسير نقية وأجزاء من وحوش ملوك أو وحوش شبحية نادرين جدا. الجرعة دي بتعالج الجروح القديمة والجديدة وبتزود طاقة الإيثر بشكل رهيب، وبسبب ندرة مكوناتها شبه مستحيل تتباع في السوق. لانجوس أضاف إن الجرعات اللي بتصنعها عائلة لاراجون أقوى بكتير من أي حاجة في المحلات العادية. زيك كان مبهور وصاحبه فضل يمدحه. بعد كده المتنمرين نفسهم عدوا الاختبار وجه دور لانجوس. اختار يستخدم سيف علشان يخدش الصخرة وفشل. دي كانت آخر محاولة ليه، والمتنمرين بدأوا يهينوه ويقولوا إن ده متوقع من نص تنين. زيك نصحه يسيب السيف ويستخدم الرمح. لانجوس كان متردد لأنه مش قادر حتى يعمل خدش بسيط. الكل كان بيضحك عليه، لكن زيك أنقذ صاحبه وخلاه يغير سلاحه للرمح. أب لانجوس عمره ما سمح له يدخل عش التنين، وكانوا دايما يتريقوا عليه ويقولوا عليه نص تنين، لكنه عمره ما استسلم وربى ابنه كويس. ودلوقتي لانجوس عاوز يثبت للجميع إنهم غلطانين، بس هو مش واثق إزاي يستخدم الرمح. زيك قال له: ثق فيه واطعن على طول من غير ما تفكر. طبعا مستحيل حد يستخدم رمح لأول مرة ويكسر صخرة التجديد، بس برضه ما ينفعش يحكم على نفسه من غير ما يجرب. هما الاتنين اتقابلوا النهاردة بس، وبما إن زيك مؤمن بيه، لانجوس قرر يؤمن بنفسه. من غير تردد اندفع وطعن الرمح في الصخرة، وحس كأن الرمح جزء من جسمه من الأول. والمفاجأة مش بس خدش الصخرة، ده اخترقها كمان. زيك كان منبهر وبيشجعه بصوت عالي، وبكده لانجوس عدى الاختبار، حاجة هو نفسه ما كانش مصدقها. دموع الفرحة نزلت من عينه، بينما المتنمرين كانوا متوترين ومخنوقين. كده الاختبار خلص وبدأ حفل القبول. زيك استغرب وسأل: هو كان اختبار واحد بس؟ لانجوس قال له: ممكن يبقى فيه اختبار تاني بعد الدخول. رئيس عائلة لاراجون دخل علشان يقول كلمة التهنئة. زيك علق على وشه الكئيب، ولانجوس حاول يسكته. زيك شاف القوات الحالية للعائلة، وكان فيهم عدد مش قليل من مستوى 6 نجوم، قوة لا بأس بها. بالا إلدرا هو رئيس العائلة وباين عليه في مستوى 8 نجوم. المستوى ده كان نادر جدا من 1000 سنة. زيك كان حاسس بكراهية ناحية أبوه. اللورد باوزا بدأ يتكلم عن إنهم يبقوا لحم ودم لاراجون. هالته كانت مرعبة لدرجة إن الطلبة كانوا بالعافية بيتنفسوا. الضغط كان ساحق. زيك أدرك إنه مش قادر يستحمله، وفجأة تنين عجوز مدح كلام اللورد وقال إن الموضوع كله صياغة كلام، وده خفف الجو وخلى الناس ترتاح شوية. بعدها أعلنوا عن توزيع السكن، واللي اسمه يتنادى يتحرك فوراً. زيك استغرب وسأل: مش هنسكن مع بعض؟ لانجوس شرح له إن عش التنين فيه 4 سكنات: شرق، غرب، شمال، وجنوب. زيك اتخصص له سكن الشرق. لف جوه السكن يدور على أوضته، ولما وصل سلم على زميله، والمفاجأة إن زميله كان ليه، والاتنين كانوا مبسوطين. زيك ما كانش عنده أي خطط لليوم ده. لانجوس قال له إن التدريب هيبدأ من بكرة، ولأنه ما كانش مركز في الإعلانات صاحبه وبخه. زيك كان ناوي يخلع من المكان الممل ده ويسافر، لكن صخرة التجديد والجرعة العلاج وكل الحاجات الغريبة اللي شافها خلته يغير رأيه.
فكرة إنه يفضل شوية في بيت لاراجون ما بقتش وحشة. عدى شهر وكان في تدريب على نفس التنين، وهي طريقة اخترعها الرئيس ال15 لعائلة لاراجون. بعض الطلبة أتقنوها زي ليدي ليكا اللي مستواها قريب من نجمتين، وبعدين في زيك بمهاراته الخارقة ومن غير أي تعليم، وده خلى المدرب يشك إنه ورث قوة رئيس العائلة. تقنية نفس ملك التنانين بتاعة زيك اتعدلت واتنقلت باسم نفس التنين. التقنيات دي بتسحب الإيثر من الهواء وتدوره جوه الجسم علشان تقوي الطاقة. كفاءتها بتعتمد على مهارة المستخدم، وعشان كده كل عائلة نبيلة بتطور أسلوبها وبتحميه. لكن لو التقنية ما تنفعش غير وانت واقف، فهي ملهاش قيمة بالنسبة لزيك. تقنيته القديمة كانت بتسمح له يستخدم الإيثر وهو بيتحرك من غير ما يقطع النفس، وتأثيرها كان ضخم، وبسبب صعوبتها قليل جدا ورثوها. زيك بسطها علشان أي حد يقدر يستخدمها ويقوي العائلة، لكنه عمره ما تخيل إنها تتطور وتفضل موجودة. بعد شوية وقت على العشاء، زيك قال للانجوز إنه لازم ياكل وإلا عمره ما هيقوى، لأنه ضعيف ولازم يتدرب أكتر. وهو بيفكر إزاي بعضهم متدربين كويس، ليكا قطعته وقالت له إنه كان مدهش جدا اللي عمله قبل كده. لانجوس اتوتر جدا وقال له دي بنت رئيس العيلة. زيك من غير ما يهتم خالص قال لها إنه هو كمان ابن رئيس العيلة، وقعد يرد على أسئلتها بكل برود، وفي نفس الوقت بينصح لانجوس يركز في الأكل بدل ما يسرح. ده خلاها تتحمس وعرضت عليه يبقى تابع ليها، لأنه باعتباره ابن غير شرعي محتاج حلفاء. قالت له إنها عايزاه يساعدها تبقى الرئيسة الجاية للعيلة، وفي المقابل هتكافئه بسخاء. زيك رفض العرض بهدوء، حتى لما حاولت ترشيه بجرعات الرئيس رفض برضه. ليكا تقدر تطلع طاقة الإيثر بره جسمها، وده إنجاز كبير جدا في سنها. زيك قال لها بحدة إنه مش مهتم يبقى رئيس ولا هيخدم حد لأنه الأقوى. ليكا عرضت عليه قتال، وكل الناس راحت ساحة التدريب علشان يتفرجوا. زيك أدرك إن الموضوع دخل في الجد، ولانجوس قالوا إنها مش بس بنت اللورد بالا، دي كمان مدعومة من طايفن الدم، واحدة من ال4 بيوت العظمى الداعمة لإلاراجون. زي باقي الأطفال، ليكا عبقرية وعندها 7 سنين بس، لكنها أتقنت كل أساليب بيتها. للأسف ده كان جديد على زيك، لأنه كان يعرفها بس على إنها بنت الرئيس، ومع كده فضل وافق، بل بالعكس جهله بالتفاصيل زود حماسه. لانجوس فضل يحذره ويقول له إنه ملوش أي فرصة قدام الليدي ليكا، لكن الاتنين كانوا جاهزين للقتال. زيك سألها ليه مصممة قتله؟ قالت له علشان تهزمه وتبقى الرئيسة الجاية وتخليه يخدم تحت إيدها. لما لاحظت إنه مش فاهم حاجة عن عيلته، سألت إذا كان ده لأنه ابن غير شرعي، وشرحت له إن في 5 ورثة بيتنافسوا على منصب الرئيس، وكلهم في دمهم سلالة واحدة من ال4 بيوت العظمى لإلاراجون ما عدا هو، وعلشان تضمن مكانها عايزة تهزمه دلوقتي. وبكده لو واحد بسيفها الضخم وكأنه ولا حاجة، وزيك تفاداها بسهولة تامة. ضرباتها بقت أسرع وأسرع، وكل الناس فهمت يعني إيه تكون بنت رئيس العيلة. ليكا فضلت تهاجم، وزيك فضل يتهرب من غير أي مجهود. حتى لانجوس اتفاجئ. زيك مدح أسلوبها القتالي غير المتوقع، لكنها أصرت يكملوا القتال، وبالفعل رمى لكمة وأسقطها، وهو مستغرب إزاي مش قادرة تصيبه ولا ضربة. زيك وضح لها إنها أسرع من أغلب محاربي النجمة الواحدة اللي قابلهم، لكن في الآخر هي لسه نجمة واحدة. شرح إنه كان بيراقب تنفسها، حركة عضلاتها، وشكل عينيها علشان يتبع حركتها، والباقي مجرد خبرة. ليكا رفضت تستسلم وهجمته تاني، لكن بدل كده اتردت واتخبطت بقوة. زيك انبهر إزاي قدرت تجمع مصدر القوة الحقيقي في نواتها علشان تتحمل الضربة. لانجوس حاول يتدخل، لكن زيك قال له يبعد. وفجأة ليكا وصلت لمستوى نجمتين، وده كان واضح من الهالة اللي طلعت منها. في المستوى ده الواحد يقدر يطلع مصدر القوة بره جسمه ويشكله للقتال، وده اسمه الهالة. ليكا قالت له إنه هو اللي ساعدها توصل للمرحلة دي، وعلشان كده دلوقتي ملوش أي فرصة. وبسرعة وجهت ضربة قوية وسريعة، وزيك ما قدرش يتفاداها بالكامل. دلوقتي زيك بقى قدام أسلوب مختلف، فن السيف العظيم لروح الرعد الحقيقي، وده زود حماسه أكتر. ليكا استخدمت تقنية اندفاع الرعد وضربة وميض البرق. في الأول زيك كان مستمتع، لكن بعدين أدرك إن مستواها بقى أعلى بكتير، وإن كمية البرق دي صعب يتعامل معاها في حالته الحالية. فرق نجمة واحدة بس، لكنها عملت فجوة ضخمة بينهم.
حركاتها بسيطة زي الأول، بس أول ما وصلت لنجمتين فن سيف روح الرعد انفجر بقوتها. كانت سريعة وبقت أسرع، والأغرب فخ البرق اللي حوالين جسمها، وده كان مستحيل يتحقق من 1000 سنة. زيك ما قدرش يهاجم لأنه مش فاهم القوة دي كويس، ورغم كده كان لسه بيبتسم، وده أكتر حاجة استفزت ليكا، ففضلت تزود ضربات البرق عليه. ومع كل ده زيك لسه واقف على رجليه، وبإلحاح من لينكسي ليكا قررت توقف لو استسلم وأقسم ولاءه ليها. زيك رفض العرض، فقاجت إنها هتستخدم كل ذرة قوة عندها علشان تنهي القتال. وفجأة ظهر روح الرعد، أول تقنية سرية، الرعد السماوي. زيك وقع على الأرض عاجز وأعلن إن القتال انتهى. لكن المفاجأة زيك وقف تاني وهو بيتلقى ضربة كهرباء، وده خلى ليكا تندهش. شرح إنه كان قاصد يتلقى ضرباتها علشان يدرسها، وبطريقة ما قدر يستخدمها هو كمان. أثناء ما كان بيتلقى الهجمات كان بيستخدم تنفس ملك التنانين، واللي تفاعل مع طاقة البرق عندها. البرق بدأ يتولد جوه جسمه وقدر يتحكم فيه من غير ما يحس. هو نفسه مش فاهم كل التفاصيل، بس حسب كلامه عيلتها كلها عندها تكوين جسدي خاص، وهو اتعلم درس كبير بدمج التقنيتين. وفوق كل ده بفضل ليكا هو كمان وصل لمستوى نجمتين، والقتال لسه مخلصش. زيك بدأ يحس بصفات قوة غير عادية، وقريب هيفهمها بالكامل. لانجوس كان متوتر وهو شايف قوة رؤساء العيلة الحقيقية، وحتى ضربات البرق ما بقتش توصل لزيك. القتال استمر شوية، وفي الآخر زيك قرر ينهيه بابتكار تقنية جديدة أو وضع خاص. وأثناء ما كانت منافسته غرقانة في تفكيرها، قرر زيك إنه يهاجم، واستخدم تقنية قتال التنين بشكل خاص، وضربتها ضربة واحدة أسقطها فوراً. المواجهة كانت مذهلة، وليكا مش مصدقة إنها خسرت، خصوصاً إنها محتاجة تتفوق على إخواتها علشان تبقى الرئيسة الجاية. زيك انبهر وأشاد بمهاراتها وهو مبتسم، حتى إنه حاول يحفزها تتعلم حاجات جديدة، لإنه أكيد مش آخر مرة هيقاتلوا ولازم تتدرب تاني. زيك عرض عليها معركة تانية يوم تاني، وهي بدأت تعتبره شخص لا يقهر. بعد كام ساعة جوه القصر، اللورد بالزا كان بيقيد تقنيات القتال التنيني الشكل الأول، وفجأة واحد قاطع كلامه وقال له عن بنتها إنها وصلت لمستوى نجمتين، وده شيء مذهل في سنها، وبوقت تخرجها ممكن توصل لمستوى 4 أو 5 نجوم. اللورد لسه هادي وأمره إنه ما يضيعش وقته ويتكلم مع بنتها لما تقدر تستخدم موهبتها بنفسها. الجندي أخبره إنها اتغلبت مؤخراً، واللي غلبها هو ابنه اللورد زيك. بالزا فهم، لأن والدتها كمان عندها موهبة للقتال، بس كانت ماتت زمان قبل ما يولد. فالأمر الغريب هو مين اللي علمه مهارات قوية كفاية علشان يغلب نجمتين. لكن جاهم خبر إن زيك وصل للمستوى ده لوحده من غير أي تعليم. في الحالة دي اللورد بالزا أمر يبدأ التجربة الأولى، رغم إنها بدري جدا ومعظم الطلبة لسه ما وصلوش حتى لمستوى نجمة واحدة. لكن حسب رأيه ده متساوي لكل فرد سواء اتدرب أو لأ. اللي ما يقدرش يعيش التجربة الأولى ملوش مستقبل، واعتبرهم مش مستحقين لإيلاراجون. أمر إنه يستدعي فريا علشان تشرف وتنفذ التجربة وتتابعهم عن قرب. تاني يوم كان في تدريب عادي على فن القتال التنيني. زيك كان بيتمرن على نفس إيد كيل التنين. التقنية دي اخترعها الجيل ال15، وكانت أسلوب قتال، بس في الأساس هي تقنية تقوية الجسم مصممة بشكل ممتاز علشان حتى الأطفال يقدروا يتعلموها بسهولة. لانجوس سأله وكان مش بيتدرب، لكن البطل كانت أقنها بالفعل. اتصدم لانجوس لأنه اتعلمها من كام ساعة بس. زيك قال له يلف ووراه مسار توجيه الطاقة علشان ينقل طاقته. صاحبه اتأثر وفكر إن التدريب ده ممكن يكون ممل له لأنه خلاص غلب الليدي ليكا. تقنية قاتل التنانين قوة ساحقة مع شكل رباط المكان اللي في جسم البطل من معركة ليكا، وبيعتقد إن الشكل النهائي موجود كمان اللي ممكن يهزم ملك التنين نفسه. زيك كان فضولي يعرف إزاي ممكن يتحكم في التقنيات دي، وبما إنه أتقن كل تقنيات فنون القتال التنيني رجع لتدريباته العادية.
وفجأة لانجوس طلب منه يدربه لأنه عايز يقوى، والبطل وافق لأنه شايف صاحبه يستاهل التعليم. وبعد شوية ليكا كمان طلبت منه يدربها لأن الطريقة اللي غلبها بيها قبل كده خلتها عايزة تقوى أكتر علشان تفاجئ أخوها والبطل نفسه. زيك وافق يدربها، لكن سألها إذا هي كويسة بعد جروحها، لأن عادة الجروح دي كانت هتخليها تقعد شهر على السرير، بس لأنها استخدمت جرعة علاج مفيش داعي للقلق. ليكا أكدت له إنها جاهزة تتدرب معاه ومش محتاجة وقتها الخاص للتدريب. البطل كان جاهز يدرب الاتنين المواهب الصغيرة. بعدها سأل ليكا إذا هي مرتاحة إنها تتدرب مع الشخص اللي غلبها، بس هي كانت جاهزة تعمل أي حاجة علشان تقوى وتستولي على القيادة. زيك سألها ليه هي مهووسة بالمكان ده. هي شرحت له إنه لو ما قدرتش تاخد القيادة حسب عادات العيلة هتتجوز واحد، وفي أفضل الأحوال هتتجوز ابن عمها، وفي أسوأ الأحوال هتتجوز غريب. الخبر ده ضايق البطل جدا، وكراهيته زادت على التعامل مع الناس كأنهم مجرد أداة للتكاثر. بعدها الإعلان استمر وأبلغهم عن وصول مدربة جديدة جت مخصوص علشان تدربهم رغم جدولها المزنوق، وقالوا لهم يشكروا حضورها. فريا وينكيك دخلت مراقبة ردود أفعال ليكا، هالتها حادة ومثالية. عرفوها كعضوة في الجيش الأسود للتنانين. رحبت بيهم بحرارة وعرفت زيك وسألته ليه رد فعله عادي وما تفاجئش. زيك بثقة قال إنه مفيش حاجة تدعو للدهسة، ووضح مهاراتها الرائعة، وده خلى فريا تفهم ليه رئيس العيلة مهتم جدا بالولد ده. زيك بدأ يركز على فنونها القتالية لأنه حتى حركتها صامتة ومفيش صوت من جزمتها. بعدها نصحتهم كلهم يعدوا اختبارها اللي محتاجين فيه يمسكوا كرات كريستال ويقضوا شهر على جبل التنين السام. الجبل ده موطن لعدد لا يحصى من الوحوش السامة، وحتى لمس عشب سام واحد ممكن يقتل أي حد فوراً. زيك كان بيتدرب هنا في حياته السابقة. لو الكرات الكريستالية بتاعتهم اتكسرت أو ضاعت أثناء المهمة، الطالب ده هيتشطب فوراً وممكن يطرد من الأكاديمية. فريا نصحتهم يسيطروا على تنفسهم باستخدام تقنية نفس التنين، وطالما محافظين على الكرات هيكونوا كويسين. بالنسبة للوحوش قالت لهم يا يقتلوهم أو مش هيبقى فيه أكل يعيشوا بيه شهر كامل. الطلاب لسه عندهم 5 أيام يختاروا فيها ويتعلموا واحدة من فنون القتال الأساسية لعيلة الراجون، وساعتها البقاء هيكون أسهل ليهم لما ياخدوا أسلوب قتال. لكن اللي ما قدرش يتدرب في الأيام ال5 دول مش مسؤول عنها. الولاد سألوا سؤال بريء لو هتساعدهم في الخطر، لكن طبيعي من عيلة الراجون، بس الأقوياء هم اللي بيستمروا. لو حد ما قدرش يكسب ببساطة هيموت. الذعر بدأ ينتشر وسط الطلاب، والبطل بيتساءل إذا العيلة اتغيرت للدرجة دي. بعدها فريا وزعت كتيبات لكل سلاح، وأنجوس كان محتار يختار سلاحه، وزيك نصحه يختار الرمح اللي استخدمه في الاختبار السابق. كمان نصح ليكا تختار فأس يغطي النقص اللي عندها. بعد كده فريا نصحت كل واحد يتدرب وكأن حياته معلقة على ده وإلا هيموت. وكمان قالت لهم إنه أثناء الاختبار الطلبة الكبار هيحاولوا يسرقوا الكرات كجزء من مهمتهم، بس بما إن الغابة كبيرة فرصة إنهم يتقابلوا قليلة. موجة خوف انتشرت بين الطلاب. زيك نصحهم يعملوا فرق لو مش قادرين يتصرفوا لوحدهم، وهو قرر يمشي لوحده، ودعاهم ببساطة ياكلوا قبل التدريب. بعد 5 أيام جه وقت الاختبار أخيراً، وكلهم تجمعوا لدخول الغابة. لانجوس اتكلم بتوتر وقال إن الوقت جه، وليكا هزت راسها موافقة. هو سأل نفسه إذا هو فعلاً جاهز يشتغل جنبها، وهمس إنه كتير منهم من عائلات نبيلة وهو مجرد عادي. زملاؤه ظهروا من وراه وقالوا له إنه على نفس مستواهم. سيلين دخلت وقالت إنها مش مصدقة إنها هتشتغل مع ليكا. ليكا ردت بهدوء وقالت مفيش حاجة تتعجب منها، وذكرتهم إن كلهم اتخذوا على قدر قدراتهم. لانجوس مسك العصا بقوة ووعد إنه يبذل كل جهده، ورايموند وعد إنه يرقى لتوقعاتها. ليكا ابتسمت واعتمدت عليهم، وبعدين بصت لزيك وسألته إذا هو متأكد إنه هيمشي لوحده.
هو أوأم بثقة والباقيين بدأوا يتوتروا. ليكا اعترفت إنها كمان متوترة، لكن زيك رفع حاجبه وقال لها إنها والباقيين أذكياء واختبار فريقهم هيكون سهل. لانجوس تمتم إن زيك دايما واثق من نفسه. المدربة الجديدة خطت للأمام وجذبت انتباههم، راقبتهم كويس وأشادت بتشكيل الفريق وقالت إن العمل الجماعي هيساعدهم يعيشوا. طلبت الكرات منهم وشرحت إن كل واحد لازم يحمي كرته لحد ما تخلص تجربة الشهر على جبل السم، لأن كل الكرات متشابهة. زيك تساءل لو ضاعت واحدة هل يقدروا يستبدلوها؟ فريا كملت وشرحت إن على الجبل هيواجهوا طلبة كبار هيساعدوا يسرقوا الكرات. واحد من الطلاب سأل لو حد فيهم لسه ما وصلش لنجمة واحدة، وواحد تاني قال المهمة شكلها سهلة. فريا أمرتهم يتقدموا ويبدأوا الاختبار. ركضوا ناحية الجبل. ليكا بصت لزيك وقالت إنها هتقابله بعد الاختبار، وبعدين أمرت فريقها يتحرك. زيك لوح ليهم بهدوء، وفريا سألته لو مش متوتر. ابتسم بخفة وقال له إنه تمام، وقدم خطوة للأمام وهي بتراقب بفضول هادي. مع انتشار ضوء القمر، ضابط جنبها سأل إذا العيلة اتغيرت للدرجة دي. ضابط تاني وافق وقال إن المجموعة لسه ناقصة خبرة قتالية، ويتساءل مين فيهم هيتحمل فعلا. فريا طمنته وقالت إن الوحوش على الجبل مش قوية قوي، والعمل الجماعي هيساعدهم يعيشوا. الضابط أوأم بالموافقة، وفريا تمتمت حاجة عن إطلاق شيء، وضابط سأل للتأكيد لكنها تجاهلت وقالت لهم يروحوا للمجموعة التانية للغابة. لما الفريق تقدم وشاف طالب لوحده، رامي أطلق سهم فورا، لكن زيك قبض عليه بسهولة وابتسم. اتفرجوا بدهشة وهمسوا بحيرة. قبل ما يقدروا يردوا، هو اندفع للأمام وأشار إن اللعبة الحقيقية تبدأ. سيلين هجمت الوحوش بكل قوتها، ووحش تاني قفز من ورا، لكن رايموند رفع درعه وضربه. لانس اندفع برمحه واخترق وحش تاني. ليكا أشادت بيهم، ولما بصولها عيونهم اتسعت من منظر قومة من أفاضع الوحوش الموتى حواليها. قالوا إنها فعلا قتلت كتير لوحدها. هي ضحكت بخفة وقالت إن مستواها نجمتين ساعدها أكيد، وأضافت إنهم كمان كسبوا نجمة واحدة من الأسبوع، بينما لانجوس خفض رأسه والباقيين شجعوه وقالوا له إنه هيكسب نجمة قريب. ليكا فقت وقالت إن هزيمة ضفدع الوحش بدون نجمة مش حاجة سهلة، وأشادت بمهاراته في الرمح بعد التدريب مع زيك، وبعدين أمرتهم يرجعوا قبل ما يجي الليل. لما قربوا من قاعدتهم، ليكا وقفت لما شافت طالب كبير مستنيهم. الطالب الكبير ابتسم، وليكا سألته إذا ناوي يسرق كراتهم. الفريق اتوتر ورايموند رفع درعه. الطالب الكبير أوأم وقال إن الاختبار نفسه سرقة الكرات، واعترف إنه ما توقعش يقابل قاعدتها الأول. ليكا حذرته يسيبهم قبل ما يقتله، وقالت له إنه مش هيقدر يواجه لوحده. قبل ما تتحرك، ظهر 3 كبار تاني من ورا. اللي قدام سحب سيفه وضربها وأمرها بالاستسلام. هي تفادت الهجوم والباقيين اندفعوا للأمام. رايموند استخدم الدرع، سيلين قتلت بقوة، ولانجوس حاول يصمد. الخصم طلب كورته، لكن لانجوس افتكر نصيحة زيك لما سأله قبل كده إزاي يواجه عدو قوي. زيك قال له مستحيل تكسب ضد 3 أو أكثر من الطلبة الكبار، لكن في طريقة. لانجوس سأل إزاي، وزيك ابتسم وقال استغل أي ثغرة. سأل لانجوس إزاي يلاقي الثغرة، وزيك قال له يصمد ويستمر لحد ما الخصم يبيح بيها، لأن الأضعف مش هيقدر يفرض ثغرة لوحده. لانجوس قبض على قبضته وسأل إذا يقدر يصمد كل المدة دي. زيك شرح إن التحمل هو اللي كسب المعركة، وإن هزيمة أقوى منك بالصبر أكبر من القوة نفسها، وممكن ليكا تكون استثناء للقاعدة دي. زيك فاكره إنه لازم يصدق في نفسه الأول وما ينفعش يفكر كتير، استنى وهجم لما الفرصة تظهر. دلوقتي لانجس يحكى دروسه ويثبت على الأرض، ولما الخصم فض حراسته لحظة صغيرة هو اندفع وغرز رمحه فيه على طول. في نفس الوقت ليكا مستمرة في قتال خصمها. الكبير حاول يقاوم، لكنه اكتشف إن قوتها فوق مستواه. حتى لو الاتنين عندهم نجمتين، هي عارفة إن ده كله من نصيحة زايك، وأنهت المعركة بضربة حاسمة واحدة. ركضت ناحية فريقها وسألتهم إذا كلهم بخير، وهم هتفوا.
سيليني هنأت لانجاس على وصوله لنجمة واحدة وهو لسه مش مصدق نفسه. ليكا ابتسمت وقالت إنه دلوقتي الكل معاه نجوم فممكن يعيشوا في الامتحان، وبدأت تتساءل بصوت عالي بيعمل إيه زايك؟ عن بعد بنت من آخر مجموعة ركضت وهي مرتجفة وسألت الوحش ده إيه؟ حول زايك كانت جثث باقي الأعضاء وزايك واقف بينهم. الطلاب الكبار اللي كانوا بيهربوا بيصرخوا عشان ينقذوا حياتهم، هم اتقابلوا مع وحش حقيقي، واحد قضى عليهم بسهولة. وفي نفس الوقت البطل مسترخي بيهزر معاهم ويقول لهم انتوا جبناء، أنا مش محاصر هنا معاكم، انتوا اللي محاصرين معايا. الولاد بيركضوا أسرع من أوسين بولت بس عشان يهربوا من طالب سنة أولى، هم المفروض يكونوا بيصيدوه لكن الدنيا اتقلبت. واحد من الطلبة الكبار زلق ووقع. المشهد شبه الرعب وزايك واقف بأعصاب هادية وأمره يقوم ويحاول يقتله على الأقل. عيونه الذهبية بتنظر في روح الولد وخلته يندم على كل قرارات حياته. الولد خوفه شد عليه لدرجة إنه أغمى عليه. المشهد شبه نظرة باتمان لأعدائه. زايك كان شوية مستغرب إن الموضوع سهل عليه كده لتفكيك المجموعة، مع إنهم كانوا بيتصرفوا سجمة وصعبين في الأول لما حاولوا يهاجموه. واحد لاحظ حد بيتجسس عليه من مكان وزايك ناداه يطلع. لما رفض يطلع خد علامة إنه مش بيكسر أي قواعد وممكن يعمل اللي هو عايزه. في الآخر الشخص اللي بيتجسس ظهر إنه كابتن تنين كبير. الراجل ده مذهول يشوف طالب سنة أولى بيهزم الكبار بسهولة، وكمان الولد ده شافه بيتجسس عليه وتحدى الكابتن. الكابتن متحمس يبلغ زعيمه بالموضوع. رجع للمرأة ذات الشعر الأحمر اللي طلبت بتقرير المهمة. رجالها بدأوا من الأول. خلال أسبوع من مدة الاختبار 32% من الطلاب انسحبوا، واللي فضلوا عايشين بيتأقلموا بسرعة، يعني الأرقام مش هتقل أكتر من كده. لكن لما سألت عن حالة الطلبة الكبار رجاله ترددوا في الرد. الراجل اللي كان بيراقب كشف إن الكبار بيجروا على حياتهم. المدربة اتصدمت بكلامه. ده محير جدا لأنها قالت مفيش وحوش أقوى من الطلبة الكبار تهدد حياتهم. السؤال الكبير ليه بيجروا؟ الراجل نطق باسم واحد، زايك. هو بقى الكارثة، سبب هلاك الطلبة الكبار. بيصيدهم لوحده زي الحشرات، محدش عايز يقرب منه تاني. بيقطعهم بلا رحمة وبيطاردهم. الوضع ده غير طبيعي، محدش شاف حاجة زي دي قبل كده. حتى لو زايك ابن البطريرك، الولد ده مجنون، مش بس عبقري، ده موهبة جيلية، ممكن نسميه وحش حقيقي في سنه. حتى المدربة فاكرة تفاعله الغريب معاها قبل كده. الاستراتيجية من البداية كان يمشي لوحده، عارف إنه هيطلق الجحيم على ضحاياه. ببساطة البطل عمره ما فكر إنه يتصيد، كان متحمس يصطاد هو بدل ما يكون هو المصطاد. المدربة اللي كانت بتراقبه كده جذبت انتباه فريقها ولقيوا حاجة كانوا مستنيينها جاية. فرايا قالت للعامل يفرغها فورا، والباقي بدأ يتساءل إيه القرف ده دلوقتي؟ المرأة دي دايما بتزود صعوبة الاختبار وناوية تطلق وحش بمستوى 3 نجوم، حتى الطلبة الكبار مش هيقدروا يتحملوه. الأم السادية طمنتهم إنها عملت تعديلات، مبرمجة إنها تستهدف بس الطلاب اللي عندهم نجمتين أو أكتر. الطلاب اللي من غير نجمة أو نجمة واحدة مش هيتأثروا. لكن السؤال الكبير، ليه بتعمل ده أصلا؟ فرايا كشفت إنه أمر مباشر من اللورد إيلاراجون رئيس العيلة. هي فضولية جدا تشوف نتيجة الاختبار، خصوصا بالنسبة للوحش اللي زايك بقى عليه. أمرت رجاله يطلقوا الكائن عند الفجر. الفجر جه ولانجوس وسيليني حسوا الأرض بتترج. حدس ليدي ليكا قال لها إن في حاجة جاية أسوأ من الطلبة الكبار اللي واجهوهم قبل كده. في البداية لانجوس افتكر إن ده لازم يكون وحش ضخم، لكن ليكا عارفة كويس إن أي حاجة جاية رهيبة جدا. الاهتزازات في الأرض مستمرة وخلت الطلاب يقلقوا. ليكا فهمت فورا إن الشجرة وراهم هتقع، فصرخت للجميع يتحركوا. لحسن الحظ قدرت تحمي سيليني، ورايموند غطى لانجوس ومحدش اتصاب. مصدومين من سقوط الشجرة المفاجئ، ليكا مسكت سيفها للتحدي. لانجوس والباقي بيبصوا للمخلوق بخوف، والمخلوق اللي قدامهم ضخم جدا، حجر متحرك، حاجة عمرهم ما توقعوا يقابلوها على الجبل. وفي نفس الوقت البطل في مكان تاني تماما، قاعد فوق جثث الوحوش والطلبة الكبار المغمى عليهم. معجبين وهيفتكروا المشهد ده من أول القصة. البطل زهقان جدا، قوي جدا، محدش يقدر ينافسه، بيتصرف زي جوجو في الامتحان ده. لكن فجأة حس بحضور شرير في المسافة. ده مش وحش عادي، أعلى من مستوى الصف الثاني، وخلاه يتسائل إذا كانت المدربة بتبعت له رسالة مشفرة.
غريب إنه يستخدم المخلوق ده ضد طلاب نجمتين على الأكثر. كمان فرايا كان لازم تبلغهم في البداية، لكنه لاحظ إنها أطلقت الوحش عن قصد، وده خلى الولد يتساءل عن خططهم. بس دلوقتي دي كانت فرصة مثالية ليه إنه يخلص الملل. المتحمس زيك قفز من فوق جثث ضحاياه وأخد وحش المستوى الثالث هدف جديد. المشكلة إنه هيضطر يروح له شوية لأنه بعيد عن مكانه الحالي. نرجع للجولم اللي بيهاجم. سيليني حاولت تطنش الوحش بالحربة بتاعتها، وطبعا ما عملتش أي ضرر لجسمه الصلب، مفيش حتى خدش واحد. رايموند حس إنه البطل الرئيسي وضرب درعه، ومرة تانية ولا خدش. في الآخر ليكا دخلت على وضع زينيتو وفعلت أسلوبها الرعدي ثاندر فلاش. الحركة الأخيرة بالكاد عملت خدش للوحش، ده بيأكد إن أي هجوم لازم يكون مليان بالأورا عشان يقدر يضر الجولم، وده معناه إن أي حد أقل من مستواها عملياً مش هينفعه هنا. لانجوس طلب منها خطة وهي جمعتهم وشرحت خطة خرافية تستخدم نفسها كطعم عشان تصرف انتباه الوحش ويديهم فرصة للهروب. مفيش حد عايز يتبع الخطة لأن ده معناه إنها هتفضل لوحدها، لكن ليكا نصبتهم على طول وقالت إنهم NPCs ضعاف ومش هينفعوا غير يقفوا في طريقها. حتى بعد هجوم قوي بالأورا قدرت تعمل خدش صغير، وده معناه إن الباقيين فعلياً مش هيقدروا يعملوا حاجة بعقلية قوة الصداقة من نوع ناروتو. كلامها مظبوط، فعلاً مش هيقدروا يهزموا الوحش. رايموند وقف بدرعه عشان يدعمها ويضمن إنها تضرب كل هجماتها. ليكا فاكرة ده مجازفة، لكن لانجوس وسيليني كمان مستعدين يدعموها طالما إنها تقدر تعمل أي شكل من الضرر. قوة الصداقة أقنعتها وأمرت صحابها يغطوها وهي بتجهز. ليكا ركضت بهجومها وعدت عليهم بسرعة الأورا. الجولم رد بسرعة وحاول يسحقها على الأرض، لكن رايموند كان موجود ليصد الوزن. حتى كده ضربته فضلت تصدم جسمه مجرد إنه صد هجوم واحد. أخد استراحة صغيرة بينما لانجوس وسيليني دخلوا بدلها للتشتيت. ده سمح لليكا تهجم من ورا الوحش بحركة Aerial Slash. فعلت Thunder Spirit Great Swords Arts وضربت الوحش بكينج ثاندر، تاركة خطوط برق في السماء. بعد الهجوم الوحش اختفى تقريبا. لانجوس لكد يساعدها وليكا كانت منهارة وضيعة. استعملت كل طاقتها لتفعيل الورقة الأخيرة، لكن على الأقل قدروا يهزموا الوحش وهي فرحانة إن رايموند والباقيين بخير. لكن ده كان أكبر سوء تفاهم ليهم. الجولم ظهر فجأة من الدخان ومد إيده على ليكا اللي كانت مكشوفة. في الآخر الوحش مسكها. صحابها ما قدروش يساعدوها وهي عارفة إنها غلطة كبيرة لأنها ما أكدتش القتل. سيليني كانت مرعوبة إزاي الوحش لسه شغال كويس حتى بعد ما استعملوا نوع من النووي المصغر. لانجوس حاول يكون البطل وجري هاجم بالرمح، لكن الجولم مسكه بسهولة وخلى لانجوس يصرخ من القلق. فجأة شجرة ضخمة اتطرقت من السماء واصطدمت بالجولم. الوحش اتدمر من وزن الشجرة وحرر ليكا في نفس الوقت. لانجوس وفريقه خدوا ليكا بعيد عن المنطقة الخطرة من غير ما يعرفوا حصل ايه بالظبط. زيك وصل بظهوره الخاص وانضم للمتعة، مش فارق معاه أصحابه وكان مبسوط للفريسة الجاية. قبل كل ده هو شاف هجوم ليكا الأخير من بعيد، كان عارف إن فريقها بيحاول يهزم الوحش لكنه محدود جدا إنه يوصل في الوقت المناسب. في أفضل حالاته كان هيقدر يتنقل بسرعة جنونية زي كوبي براينت في أفضل أيامه. حتى لو مجموعة ليكا كويسة مش هيقدروا يهزموا وحش مستوى 3 نجوم. بالنسبة لهم ده شبه لعبة بقاء عد تنازلي لحد ما يتم القضاء عليهم. لما عرف إنه مش هيقدر يجري بسرعة كفاية قرر يجرب حاجة جديدة. غرز أصابعه في شجرة وشدها من الأرض مظهرا قوة لا تصدق لطفل صغير. بعد كده رمى الشجرة بعيد على أمل إنها تبقى زي صاروخ باليستي وتضرب الوحش. زيك فرح جدا باللي عمله لأن تقنية رمي الشجرة دي جزء من فن تنمية التنانين. كتيب الفنون القتالية بتاع التنانين بيتوزع على الطلاب قبل الامتحان. ده دليل على استخدام القوة بكفاءة، مش أسلوب قتالي كامل بس دليل لتطوير القوة. المميز إنه كان مفيد لزيك لأنه في حياته السابقة استغل الهجمات بعيدة المدى كأول رئيس. بعد رمي الشجرة البطل رجع يجري، وصل لصحابه اللي كانوا مصدومين. لانجوس ذكره بالجولم الخطير اللي جاي ليقتل كل الناس،
لكن بدل ما يهرب البطل كان مستمتع بالتحدي مع وحش قوي. الغريب إن الكائن مش باين عليه أي قوة حياة رغم وجوده، وهو بيتكلم عادي الوحش ضربه بلكمة قوية. اللكمة ضربت زيك في الوجه، لكن الطفل مسكها بكف واحدة. بفضل ذكائه القتالي عرف على طول إن الوحش مش هيتأثر بالهجمات العادية، ورغم إنه يقدر يهزه بسهولة بالأورا محبش يخلص كل حاجة بسرعة. ليكا شافته وهو بيلعب مع نفس الوحش اللي كاد يقتل فريقها. الجولم حاول يسحقها بكلتا إيديه، وده خلى زيك يلاحظ سرعته المذهلة حتى بالنسبة لحجمه الضخم. قدر يصده بنجاح وحس بارتياح بسيط. زيك قال لصحابه يقعدوا بعيد عن القتال عشان ممكن يتصابوا، فهربوا. دلوقتي من غير ما يقلق زيك شحن قوته ورمى وحش أكبر منه ب10 مرات. لسه محتاج يتعامل مع القشرة الصلبة للوحش وتسائل إذا كانت قوية جوه كمان. عشان يختبر نظريته شحن لكمة وضرب الجولم بقوة. الحركة دي جزء من دراجون ديستروير كومبات آرتس اللي دمجها مع بيرست ستايل لتدمير جوه الجولم. تقنية البيرست مش بس بتكسر القشرة، لكن بتسحق الوحش من الداخل. وبكده بحركة واحدة البطل قضى على الوحش واستمتع باللحظة شوية. بعد مرور شهر على انتهاء الامتحان وصلنا للمقر الرئيسي لعائلة التنانين. زيك تم استدعائه وده أزعجه شوية. فكر في نتيجة الامتحان السابق وما حصلش حاجة مهمة بعد حادث الجولم. أعضاء فصل زيك اللي عندهم 7 سنين خسروا حوالي 70%، بس اللي فضلوا واتنجوا بقوا متعودين على الموت وقدروا يوصلوا لمستوى النجمة الواحدة. بعد ما الاختبار خلص بفترة قصيرة زيك اتستدعى غصب عنه عشان يقابل كبير العيلة أبوه. وهو ماشي في الممر كان بيتمتم بضيق، وفريا كانت بتفكره بنبرة حادة إنه لازم يحترم كبير العيلة، وبتزعقله وبتعدد تصرفاته في الامتحان، وبتقوله إنه عملياً حكم على نفسه بالهلاك. بس زيك مش فاهم هي تقصد إيه، هو شايف إنه ما عملش أي حاجة غلط. فريا بتنفجر فيه وبتقوله إنه دمر اختبار الطلبة الأكبر منه وهاجمهم وفضل يصطاد فيهم من غير أي سبب، وبسبب اللي عمله ولا واحد من الطلبة الكبار قدر يحصل على الكرة البلورية بتاعته، واضطروا كلهم يعيدوا الامتحان من الأول. الوضع كان كارثي بسببه. فريا متوترة وبتترجاه يصلح أسلوبه ويهدي شوية قبل ما يقابل رأس العيلة، وهي بتقوله كده بتفهمه إن السبب الحقيقي اللي مخليها تزن عليه إن لو ما عملش كده ممكن يتشال من الوجود حرفياً. اللورد دراجون شخص قاسي وما عندوش أي رحمة حتى للأطفال، وهي مش عايزة زيك يتذبح بالطريقة دي. حتى زيك نفسه اتوتر شوية بعد ما سمع الكلام ده. قبل ما يدخلوا القاعة فريا أعلنت رتبتها وسبب الزيارة، فسمح لهم بالدخول. زيك دخل وبص ببرود شديد للراجل اللي قاعد ورا المكتب، أول مقابلة ليه مع رئيس العيلة. اللورد دراجون كان متضايق ومن غير أي تحية سأله على طول: أنت ليه هاجمت الطلبة اللي أكبر منك؟ زيك رد بكل برود وسأله هو كمان: هو أنا كسرت أي قانون؟ الإجابة دي صدمت الأب، وزيك كمل كلامه وقال إن الشرط الوحيد في الامتحان هو إنهم يفضلوا عايشين شهر كامل والكرة البلورية سليمة، ومفيش أي شروط تانية اتقالت. يعني هو نفذ اللي مطلوب منه بالظبط. وبكل بجاحة زيك قال لأبوه إن لو كان في قوانين تانية كان المفروض يقولها قبل الامتحان. وش فريا كان بيقول كل حاجة، كانت مرعوبة. حاولت تدخل وتهديه، بس الأب أطلق هالة مرعبة خلتها تتشل مكانها وتقع على ركبتها من الضغط. فريا كانت متأكدة إن زيك هيتقتل، لكن المفاجأة زيك محسش بحاجة خالص وسخر من أبوه وقال له إنه بيستخدم حركات رخيصة أول ما يتعصب. الأب اتصدم، الطفل مش متأثر بالضغط إطلاقا، فسأله إزاي قدر يهزم مش بس الطلبة الكبار لكن كمان جولم ب3 نجوم، وكمان إزاي قدر يقاوم الضغط ده. من وجهة نظره اللي بيحصل ده ملوش أي منطق، طفل عمره 7 سنين يمتلك القوة دي مستحيل. زيك فاهم إن التركيز كله على مصدر قوته، فبدل ما يشرح قال بكل بساطة: باع عبقريتي الشخصية، غرور في غرور، أب وابن كل واحد بيحدق في التاني. اللورد دراجون اعترف إن أسلوب زيك متهور فعلا، بس ده مش مهم لأنه في الآخر قدر يهزم الجولم، وعشان كده هيكافئه.
يا إما يختار غرض من خزانة التنانين، يا إما يسمح له بدخول الدور التاني من قاعة التنانين. فريا مش مصدقة، من شوية كان هيقتله ودلوقتي بيديله مكافأة. قاعة التنانين وخزانة التنانين هم مخازن ضخمة مليانين كنوز متجمعة من آلاف السنين من وقت جيلوس نفسه. كتب محظورة، أسلحة أسطورية، أدوات، تحف، كل حاجة ممكن تتخيلها، بس الدخول ليهم مراقب بشدة، ونادر جدا أي طالب يسمح له يدخل. الدور التاني من قاعة التنانين تحديدا محتاج إنجازات ضخمة جدا. فريا مش فاهمة، الطفل ده بيتصرف بقلة أدب وبرضه بياخد مكافأة. زيك بقى يستفز أبوه وطلب الاتنين مع بعض. الأب أمره يمشي فورا. زيك عصى الأمر وقال إنه لسه عنده أسئلة. فريا اتجننت، مسكته وجرته عشان تمشي لأنها عارفة إن لسانه هيوديه في داهية، زي أم خايفة على ابنها. بس قبل ما يطلع زيك قال آخر جملة، قال لأبوه إن كل ما يحاول يكتم مشاعره أكتر كل ما يبعد أكتر من إنه يبقى الأقوى. في اللحظة دي اللورد إلدراجون حس بقوة زيك، قوة تخليه ند ليه في الإمكانيات. فريا سكتت زيك وسحبته بره وسابت الأب واقف بيفكر في الإحساس الغريب اللي حسه. في المشهد اللي بعده فريا بتزعق فيه تاني وبتوبخه على قلة أدبه مع زعيم العيلة وتجاهله لكل تحذيراتها. زيك حاول بس في الآخر استسلم، والأغرب إن ده أصلا كان وهو كاتم نفسه. فريا مش فاهمة إزاي بيحترم المدرسين بس مش قادر يحترم أبوه، ومع قوته وشخصيته الغريبة بدأت تشك إن الطفل ده مش عادي ويمكن حتى مش هو نفسه. زيك يهزر معاها ويقول أنا بس أنا. فريا افتكرت إن كل أفراد العيلة بيشربوا دم التنين القديم من لحظة ولادتهم، ورأس العيلة نفسه يحمل قوة تنين متفوق، يعني طبيعياً محدش يقدر يعارضه. لكن الطفل ده تحدى أبوه وواقف قدامه بثبات، هو حاجة تانية خالص وهي مش قادرة تفهم إيه بالظبط. وهي شاكة فيه قررت إنها تراجع سجلات ميلاده بعدين، لكن دلوقتي غيرت الموضوع وسألته هيختار أنهي واحدة من المكافأتين. زيك عمل وش لطيف كده واختار الاتنين مع بعض، وده طبعا جنن فريا. وفي الآخر زيك حسم قراره الحقيقي، هو بيدور على المعرفة. كونه اتولد من جديد بعد 1000 سنة في المستقبل خلى عنده فجوة كبيرة في فهم العصر الحالي، وعشان كده بقى فضولي يعرف تطور الطب والتكنولوجيا وصل لإيه. لانجس أكبر معجبينه فرح جدا إنه هيقدر يدخل قاعة التنانين. الاتنين كانوا متحمسين جدا، بس الفكرة إن لانجس كان بالفعل اتعلم فنون قتل التنانين ورعاية الرمح، لكن الفرصة دي كانت أكبر بكتير، فرصة يتقن فن قتالي جديد تماما. ليدي ليكا انضمت ليهم وقالت إنهم لازم يتحركوا بسرعة لأن في وقت محدد. الدور الأول مستواه أساسي ومسموح لهم يستعيروا كتاب واحد بس في المرة الواحدة، وعشان كده لازم يختاروا بحكمة. في نفس الوقت ليكا عرفت إن زيك كان ليه مكافأة شخصية يختار فيها بين الخزانة أو القاعة، واتفاجت إنه اختار قاعة التنانين بدل ما يختار سلاح أو حاجة قوية. زيك كان أكيد هيعمل كده لولا إنه متأخر جدا في معرفة علوم العصر الحالي. كتب الدور التاني بقى هي أحسن حاجة، أندر حتى من كتب الدور الأول، واللي عنده صلاحية للدخول للدور ده هو زيك لوحده. مع ذلك ليكا شايفة إن مفيش حاجة في المكتبة دي تقدر تتفوق على تقنيات سيفها الرعدي ثاندر كلاب، وهي بتلمع نفسها زيك كان سرحان. في المشهد اللي بعده المشرف بلغهم إن معاهم 5 ساعات بس جوه القاعة. مش واضح ده وقت طويل ولا قصير، بس ليكا حطت خطة، يختاروا كتاب واحد يستعيروه ويستغلوا باقي الوقت يقروا الكتب اللي مش مسموح باستعارتها. اللي بيعرف يقرأ بسرعة هيكسب هنا جامد. لانجس مهتم يركز على كتاب فنون قتالية يقراه في 3 ساعات. اختيار الكتاب المناسب لكل واحد كان صعب جدا، خصوصا في قاعة ضخمة وفخمة زي دي. أول ما اتنقلوا جوه الفريق كله اتصدم من عظمة قاعة التنانين. المنظر كان أكبر بكتير من اللي زيك كان متخيله. زيك حدد هدفه، عايز كتاب يهز كيانه من كتر العظمة، وبكده بدأت رحلة القراءة. زيك اتوحش أول ما مسك الكتب،
بقى بيجري بعينيه في كل حاجة ليها علاقة بالسحر والفوضى. المعلومات كانت كتير جدا لدرجة إنه مستحيل يسيبها. 1000 سنة سابت له أثر مهول. اتضح إنه خلال الفترة دي العالم بتاعهم اتصل بعالم تاني. من حوالي 900 سنة شق عملاق هز الواقع وخلق جدار بعدي اسمه الصدع أو الرفت، ومن الصدع ده طلع عالم فوضوي تاني اسمه عالم الكيوس أو كونس. العالم ده كان مليان وحوش متكونة من عنصر الفوضى، وعشان البشر يقدروا يقاوموا غضبهم أجسامهم بدأت تكون طاقات بدائية خاصة. عيلة الدراجون كانت مسؤولة عن مساعدة البشرية ضد طوفان الفوضى، وده خلق روابط قوية بين عائلات كتير في ساحات القتال. 4 محاربين مميزين اتجوزوا من عيلة الدراجون، ومنهم اتكونت فصائل: تايفينا، فافلد، ليفاس وباهامت، ودلوقتي بقوا ال4 عائلات العظمى لعيلة الدراجون. كل حاجة بقت منطقية، خصوصا لما البحش اللي زيك قتله كان متغطي بطاقة مظلمة، وحتى هالة ليكا الرعدية كانت من نفس النوع. كل ده جاي من بعد تاني. لكن أكتر حاجة شدت انتباهه هي تطور السحر. مع الاتصال بالعالم المظلم ظهر نوع جديد من التقنيات. الغريب إن زيك ملقاش أي كتاب بيشرح التقنية دي، مع إن حاجة بالعبقرية دي المفروض تبقى جزء من التاريخ. حماسه بقى عالي جدا لدرجة إنه لفت انتباه المشرف اللي زعقله وطلب منه يهدى وهو بيقرأ. الأغرب بقى إنه ما حسش بوجود أي حد قريب منه، ومع ذلك سمع الصوت، وده خلاه يتساءل: هل دي نفس التقنية الجديدة؟ سحر بيتفعل بالصوت؟ بس المشكلة إنه مش شايف فرق واضح بينها وبين الطاقة البدائية العادية. فجأة كل الكتب اللي معاه طارت في الهوا وملفوفة بهالة صفرة وبتطفو لوحدها. زيك ما قدرش يمسك نفسه وانبسط جدا بالتقنية. المشرف زعقله تاني يسكت، بس زيك كان على وشك يوصل لمستوى جديد من التطور. وهو مضيع وقته في الحماس، المكتبة فجأة قفلت عليه. خيوط من الإيثر أيدته ورمته بره الدور. زيك بالكاد ثبت نفسه وهو نازل وبيسأل: إيه اللي حصل ده؟ هو عايز يتعلم التقنية الإيثر دي، وطالب المشرف يستخدمها تاني. حتى لانجس مش فاهم ماله. المهم لانجس لقى مخطوطة فن قتالي مهمة واستعارها، اسمها تقنية رمح ماء السحاب كلاود ووتر سبير. سيلين اتعلمت فن حركة مع تقنية سيف زهرة الرياح. رايموند اتدرب على تقنية سيف حارس الدراجون، وكمان أخد كتاب خاص بمهارات الدرع. بمعنى أصح كلهم اتعلموا نفس الفنون القتالية اللي زيك كان ألفها في حياته السابقة وهو بيهزر. في الآخر زيك سأل ليكا إيه اللي استفادته من التجربة. قالت له إنها خدت كتاب عن تقنية السيف العظيم بالموجة الثقيلة اللي طورها اللورد ال15. دي تاني مرة زيك يسمع عن الجيل ال15، وخلاه يتسائل إيه المميز فيه. اللورد ال15 كان المسؤول المباشر عن إنشاء فنون قتال الدراجون، ومع إن زيك كان عامل تقنيات كتير اتحولت لمخطوطات مهمة، كتير منها كان نسخ مبورة، وده معناه إن اللورد ال15 كان السبب في تطورها، وده أثار إعجاب زيك نفسه. في الأول زيك كان فاكر إن حياته الدراسية هتبقى ملل وبس، لكن دلوقتي بقى متحمس جدا للرحلة اللي جاية. وبيحصل تايم سكيب ضخم ينقلنا 5 سنين لقدام. ليكا وعندها 12 سنة بتدور على زيك وأصدقائه. تعرف من لانجس إن زيك في ساحة التدريب، وفي ساحة التدريب زيك واقف بيواجه 3 من أصدقائه بعد ما بقى أقوى بكتير وهو لسه في السن ده.